السلام عليكم، أهلا وسهلا، تحية طيبة متتبعات ومتتبعي قناة إشارات. اليوم بإذن الله سنتناول في إشارتنا ما أصبح يعيشه المغرب من غلاء فاحش في الأسعار، وأسعار قياسية وصلتها المواد الأساسية والمواد الغذائية. هذا الغلاء اللي تنعيشه الآن هو غلاء من نوع آخر، وغلاء غير مسبوق، حيث أن المواد الأساسية التي يقتنيها المغاربة وتكون على المائدة ديالهم اليوم تشريها بثمن، غدا بثمن أكثر، وهذه الزيادات أصبحت غير مبررة بل وفاحشة. هي كثيرة المشاكل اللي كتعاني منها الأسر المغربية، ولكن هذا هو المشكل اللي تيقسم الظهر ديال المجتمع وديال الأسرة، حيث أن الكثير من الأسر بسبب ديال الغلاء اللي تؤدي بها إلى الفقر وتؤدي بها كذلك إلى التفكك. إذن هذا المشكل الكبير يجب على الحكومة أن تتدخل عاجلا من أجل وضع حد لهذا الغلاء الفاحش اللي قلنا وغير مسبوق. كان في الأول التحجج بغلاء الأسعار أنه ناتج عن غلاء المحروقات اللي على الصعيد العالمي، ورغم أن الحكومة ما قامتش بشي مبادرات كثيرة باش تخفض الأسعار ديال المحروقات، بل أنه على العكس المحروقات بقات تزيد وصلت لواحد المستويات، وحتى الى انخفضت كتنخفض في المستوى اللي وصلت له واللي هو غالي بزاف بالنسبه للقدره الشرائيه ديال المغاربه. الخبراء والعارفون والاقتصاديون طرحوا الكثير من الحلول، منها خفض الضريبه ومنها فتح محطه لاسامير. الى درنا واحد العمليه بسيطه وشفنا الفرق ما بين الغازوال اللي كتستوردو المملكه الان اللي هو تيخضع للتكرير، وما بين الغازوال الخام، فكنلقاو الفرق ديال 3 دراهم. فإلا قلنا بان المغاربه تيستهلكوا 8 ديال المليون ديال اللترات من الغازوال، فبعمليه بسيطه 8 المليون في 3 دراهم كنشوفوا ان هذه القيمه كبيره. ورغم ذلك الحكومه ما خدات حتى شي مبادره باش تولي تعاود تفتح محطه ديال لاسامير وتستافد من هاد 3 دراهم اللي هي عباره عن ملايين الدراهم، وبذلك ستخفف العبء على المغاربه وستربح الكثير. الاشكال الان اللي كاين هو ان غلاء الاسعار اللي كنا كنردوه لغلاء المحروقات، وان النقل ديالها تزاد التكلفه ديالو، اصبح متجاوز. علاش اصبح متجاوز؟ لان الان الغلاء تيقيس الخضار، الفواكه، اللحوم والاسماك. فالخضار اللي كنتجوها داخل المملكه وما كتجينا شيء من برا غاليه الثمن، باهظه الثمن، غلاء فاحش. كذلك اللحوم اللي وصلت لمستويات قياسيه، سواء اللحوم البيضاء او اللحوم الحمراء. الاسماك عندنا 2 واجهات بحريه، وكان الثمن غالي والان اصبح اغلى واغلى. اذا الاسر المغربيه امام هذا الوضع شنو يمكن لها دير؟ ما يمكن لها دير حتى شي حاجه، بالمقارنه مع انه هناك جمود في الأجور. الحكومة حتى وأنها كتدعي أنها كتقوم بزيادات في الأجور، فهاد الزيادات هذه اللي كتعطيهم باليد اليمنى كتاخذ الأضعاف ديالهم باليد اليسرى، وبذلك فهاد الزيادات هي مجرد ضر رماد في العيون والضحك على الدقون. ما كايناش زيادات في الأجور، كاين ارتفاع مهول الأسعار. الأسر المغربية الظهر ديالها تقسم، تهلكات، تقهرات بكل المفاهيم وبكل المعاني. صمت مريب للحكومه، لا بلاغ، لا بيان، لا حتى شي حاجه.
هذا الصمت أصبح غير مبرر. فالأسر المغربية الآن كتواجه واحد الوضع اللي هو صعب وصعب جدا، يمكن يؤدي لتفكك كما قلنا الكثير من الأسر، وبالتالي التفكك ديال المجتمع. فإلا ما كانتش الدولة غتدخل الآن من أجل التخفيف من العبء ديال هذا الحمل اللي كيهزوه المغاربة، فمتى ستتدخل؟ لهذا وجدت الحكومات. فالحكومات وجدت لتخفف العبء على الأسر المغربية من جميع النواحي، بل على العكس من ذلك هناك من أعضاء الحكومة اللي تيحاول يبرر هذا الوضع هذا، وتيحاول أنه يوجد له واحد المسوغ. إلا رجعنا للوراء، إبان جائحة كورونا كنلقاو المندوبية السامية للتخطيط نزلات واحد الإحصائية كتقول بأن منسوب الفقر ارتفع ب7 أضعاف، حيث أثناء الحجر الصحي ارتفع من 1.7 حتى ل 11.7. فاللي يمكن نتأكدوا منه أنه الآن مع ما يحدث من غلاء في الأسعار، فإن المندوبية السامية للتخطيط ربما يجب أن تعيد النظر في هذه الإحصائية هذه، وتصدر لنا إحصائية جديدة اللي تأكد لنا شنو واقع الآن. لأن كنقولوا بأن راه الوضع ربما أصبح أكثر كارثية من ذي قبل. هذه الإحصائية هذه اللي كما تنقولوا إبان الحجر الصحي مع كما كنقولوا ما بذلته الحكومة من الدعم المباشر للأسر وبلغ هذا المبلغ. فكيف الحال الآن؟ نزيدوا الحكومة شكون هي ومناش كتشكل وشكون كيرأسها. نوقفوا عند شكون اللي كيترأس الحكومة، اللي هو أخنوش اللي هو رجل أعمال ناجح، الثروة ديالو في ارتفاع، وهو يمتلك أكبر محطة لتوزيع المحروقات في المغرب. فأخنوش اللي تيمتلك هذه المحطة هذه ديال توزيع المحروقات في المغرب اللي هي الأكبر، قلنا أننا سنستبشر خيرا بأنه غادي ينقل التجربة ديالو الناجحة على المستوى الشخصي إلى المستوى الوطني، والمغاربة غادي يعرفوا معاه انخفاض في ثمن المحروقات على اعتبار التجربة ديالو، على اعتبار الرصيد ديالو من الخبرة في هذا المجال. اللي حدث هو العكس، ولكن مازال على المستوى الشخصي مازال الثروة ديالو كتراكم والأرباح ديالو كتزايد، وأصبح من أغنى الأغنياء في إفريقيا وفي العالم حسب الإحصائيات. نزيدوا حاجة واحدة أخرى، شكون هو عزيز أخنوش؟ عزيز أخنوش هو اللي تقلد المنصب ديال وزارة الفلاحة لأكثر من 10 سنوات إبان الحكومات السابقة، أكثر من 10 سنوات كوزير للفلاحة، ونفذ المخططات الخضراء والزرقاء وغير ذلك من المخططات اللي صرفت عليها الملايير، وقلنا أننا سنعرف وسنحقق الأمن الغذائي للمغاربة. فإذا به الآن نشتري الخضر بأغلى الأثمان، نشتري اللحوم بأغلى الأثمان، نشتري الأسماك بأغلى الأثمان. إذن فما كان الحاجة إلى صرف كل هذه المليارات من أجل أن نعيش هذا الغلاء. وما هي القيمة المضافة التي أضافها عزيز أخنوش كوزير للفلاحة بالنسبة للفلاحة المغربية باش نوصلوا لهذا المستوى هذا؟ إذن يجب أن نسائل هاد السنوات اللي قضاها عزيز أخنوش على رأس وزارة الفلاحة، ونسائل هاد الملايير اللي تخسرات بالنسبة لهاد المخططات هذه اللي تم التنفيذ ديالها واللي تصرف عليها من جيوب ديال المغاربة، باش الآن نأديو ثمن مرتفع ومهول للخضار والفواكه واللحوم والأسماك.
إذا يجب أن نسائل ويجب أن نحاسب هذه الملايير. يعني كما قلنا هذا السيد على المستوى الشخصي الثروة ديالو كتضاعف، وعلى المستوى الوطني في نفس التجارب اللي قضى فيها نجاحات كنصوروا منها حنا كمغاربه الفشل الذريع. اذا هذه المسائل هذه يجب ان يعاد فيها النظر، يجب ان نرى اين ذهبت هذه الملايير التي صرفت على هذه المخططات لنصل الى هذا المستوى الذي نعيشه الان. اذا ما على رئيس الحكومه الا ان يقدم لنا تبريرات أو يقدم لنا أسباب واقعية ومنطقية للحالة التي نعيشها الآن، ونسائله عن ثمن الطماطم، عن ثمن البطاطس، وعن ثمن البصل، عن ثمن اللحوم، عن ثمن البيض. هذه الأثمنة التي وصلت إليها هذه المواد كيف وصلت إلى هذه المستويات مع ما صرف عليها من ملايير إبان ولايته لوزارة الفلاحة أو تقلده لمنصب وزير الفلاحة. يجب أن نسائل كذلك رئيس الحكومة عن الأرباح التي تزداد بالنسبة لقطاع المحروقات بالنسبة للموزعين، وعن الخسائر التي يتكبدها المواطن والتي يصرفها من جيبه ومن قوت عياله من أجل دفع الفرق الكبير والكبير لتسمون أرصدة الموزعين. هذه أسئلة وغيرها مطروحة على الحكومة وعلى رئيسها بالضبط، وشعار نستاهل أحسن. ففعلا نحن الآن نرفل ونتمتع بالأحسن. هي كثيرة الأسئلة المطروحة على الحكومة واللي كنتظروا الأجوبة عليها، ماشي غير السؤال ديال غلاء المعيشة، ولكن تيبقى هذا هو أهم سؤال مطروح على الحكومة: لماذا الغلاء في الأسعار لهذه الدرجة، وحتى في المواد اللي كننتجوها في بلادنا وداخل بلادنا. إذا إلى أن نتلقى الجواب أدعكم في رعاية الله، وإلى اللقاء أحبتي.